اليوم إن شاء الله جينا أننا نهضروا على واحد المستجد ديال الكرة المغربية حول التشكيلة الجديدة اللي جا بها وليد الركراكي. الشارع المغربي تينقسم لجوج، كاين اللي تيقول لك هذه واحد التشكيلة مزيانة، وليد الركراكي بدا تيتحسن، وليد الركراكي بدا تيعطينا واحد المؤشرات ولكنها خاصو يخدم. وكاينين في المغاربة تيقول لك وليد الركراكي ما مدرب ما حتى لعبة. المهم خلينا من هاد الهضرة هادي وغادي ندخلوا نفكي وغادي نهضر على واحد جوج نقاط اللي هما أساسيين. أول حاجة غادي نهضروا على حكيم زياش، وثاني حاجة غادي نهضروا على حركات. اول حاجه غندوزو لحكيم زياش. حكيم زياش في الاول كانوا مجموعه من المؤشرات تدل ان الفيستير ديال الكره المغربيه راها ماشي مزيان، عن طريق ديك الردود الافعال اللي شفنا من حكيم زياش، وكذلك التنافسيه اللي ولات في الكره المغربيه. تنشوفوا التشكيله ولاو عندك لعابه من طراز عالي وكاينه تنافسيه، تلقى لاعب جاهز لاعب ماتشات واقف ناضي، تلقى لاعب انه ما لعبش ماتشات ولكن من تعيط عليه وليد الركراكي كاين الاداء ديالو. غير هنا وليد الكراكي خاصو يحيد العاطفه. علاش؟ هاد العاطفه هي اللي خارجه على المنتخب المغربي. خاصك اللعابه الا كانوا عندك واجدين حاول الماكسيموم بوسيبل طلع واحد جوج تشكيلات من المنتخب المغربي، تعرف توظف اللعابه وما تكونش عندك العاطفه. وتنعرفوا ان وليد الركراكي ما كانش هاد الوداد البيضاوي، رغم ان الدراري في هذاك النيفو اللي كانوا راه كان خدام على الموتيفاسيون، كان خدام على التشكيله ديالو وخرج منهم الماكسيموم بوسيبل وشفنا الانجاز ديالو. حكيم زياش كانوا مؤشرات وزاد كمل على دوك المؤشرات. هو التصريح ديالو من عطى حول ديك القضيه اللي معروفه كاع كاملين، القضيه اللي مدفونه عندنا في القلوب ديالنا وما حتى شي واحد ما تنساها. ولكن بين قوسين جبد فيها المملكه المغربيه وخرج واحد الباب لبوق الاعلام الجزائري انه كيف العاده والقاعده بقى يكريتيكي في المملكه المغربيه. على هذا الاساس كاين في المجتمع المغربي كان قال لك ان حكيم زياش في حاله الى عيطوا ليه انايا الجامعه غادي تنزل كواريها وبحال خسرات. وكاين واحد الجانب اخر قال لك اسيدي زياش لو عطيت التصريح ديالو ماشي مشكل يصرح، ولكن هو ما تعرفش السياسه علاش بد المملكه المغربيه اشنو دخلها. وكذلك هادو من ضمن المؤشرات تدل ان حاكم زياش ما غاديش يكون مع المنتخب المغربي، وما كاين حتى شي قرار اكيد. هذه غير التشكيله اللي خرجت دابا حاليا. مزيان. دابا غادي ندوزو للحركاف. الحركاف كاين اللي تيشوف واحد النقطه ايجابيه، تنقولوا شوف الجامعه لكره القدم تتخسر فلوسها، على الاقل خاصنا نشوف واحد 4 لعابه ولا 5 من البطوله يكونوا مع المنتخب المغربي. هذه مؤشر مزيان. علاش؟ تخيل معايا انت تخسر فلوس في البطوله المحليه وعندك اقبالات قاريه وعالميه، وكذلك خاصها تكون عندك واحد التشكيله وواحد البطوله تتنافس على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. سيرتو ان المغرب مؤخرا ولا انه تعرف بتنظيم التظاهرات الدوليه. يعني خاصك في البطوله ديالك على الاقل تخرج لك واحد 2 لعابه 3 لعابه رقيقيه صحاح تعرفوا يخرجوا كره تنافسيه الحراقيه بالدارجه كيف ما تنقول. كاين اللي تيقول لك حركاف مزيان من البطوله مزيان تنشوفوا داكشي، وكاين واحد الناس يقول لك لا لا المعلم تقول لك كاع دابا اللاعب اللي بغينا نشوفوهم في المنتخب المغربي خاصهم تيكونوا تيلعبوا في الوداد. هنا غيبداو يدخلوها في الزبونيه والنحسوا فيها. علاش حركاس؟ كاين لعابه اللي تيلعبوا احسن من حركاس، كاين وكاين 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 وكاين. اي واحد تيقول الراي ديالو او تيختلف، يقدر يكون على الصواب يقدر يكون على الخطا، ولكن ديما تحترم الاراء. غير هي واحد النقطه اساسيه اللي خاصنا نشيروا لها، والسؤال اللي خاص يطرح كسؤال اساسي. اول حاجه تلقى الرؤيه ديال المدرب، والمدرب هو اللي تيعرف اشنو يختار. ثاني حاجه لو بغينا نعطيو واحد النقد ما نبقاش نقولوا علاش اختاريتي هذاك علاش اختاريتي هذاك، ماشي هذا هو السؤال الصحيح. عطينا خويا لي زوبجيكتيف ديالك، عطينا واحد التشكيله مثاليه، حيد علينا ديك القضيه تقول لنا افريقيا الجو المناخ وهذه والدول هذه حنا ما تنعرفوش داكشي. اختار اللعابه اللي بغيتي. المهم حنايا كمغاربه ما بغينا ننتقدوا وليد الركراكي خاصنا نطرحوا ليه مجموعه من الاسئله اللي هي الفعاله. هذاك اللاعب اللي جبتي شنو هو لو بلان، شنو هو الغوندمون ديالو، المردوديه ديالو على مستوى المنتخب المغربي، شنو هي الاستراتيجيه اللي خدام بها وليد الركراكي، شنو هي التشكيله، شنو هي الرؤيه ديالو. وكذلك خاصنا يعطينا النتيجه باش في حاله الى ما وصلش ديك النتيجه نلقاو علاش نحاسبوا نلقاو علاش نكريتيكيو. هادو هما الاسئله اللي خاصنا نعطيهم في الوقت. اما دابا علاش هذا جابو علاش هذا ما جابوش علاش هذا حيطوا ليه، حنا ما تيهمناش داكشي، تيهمنا حنا المنتخب المغربي. واي واحد عيطوا ليه المنتخب المغربي عنده الشرف باش يمثل المنتخب المغربي باش يمثل جميع المغاربه. المهم الاخوان، الا كنتم مع ضد عندكم شي راي اخر خليونا في الكومونتير
ولا كنتو تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر خليونا تم، والى اللقاء.